جماعة احنا رحنا غابة لسه مخلصين خروجة، انما ايه يا لهوي، مش هتكلم كتير. تعالوا معايا هوريكم اليوم بتاعنا كان عامل ازاي النهاردة. دي بحيرة وسط غابة، انا ورينو رحناها لوحدنا، محدش كان معانا خالص وما كانتش في البلان اصلا. تعالوا احكي لكم اليوم بدأ ازاي. اليوم بدأ باني رايحة مكان تاني خالص. والله تعبت ان انا اقول لكم كنت رايحة مكان ورحت مكان تاني خالص، بس هو ده في الفعل اللي بيحصل، وده من اكبر الاسباب اللي بيخليني بحب اخرج لوحدي انا وابني، وما اخليش حد يخرج معانا عشان محدش يخنقني. مش في نص الطريق لو غيرت البلان بتاعتي لقيت مكان احلى، لقيت مكان الطف، افضل بقى اقنع في اللي قدامي ان احنا لا لازم نروح نغير البلان عشان المكان. لا، بحب اريح دماغي بصراحه، رايقه وبحب الروقان. خلاص انا بخرج لوحدي انا وابني، مكان ما بحس نفسي قلبي واخدني بروح كتير، ببقى خارجه رايحه مشوار وبروح مشوار تاني خالص. المهم هنا وصلنا الغابه بتاعتنا وتمشينا فيها لحد ما وصلنا للبحيره دي جوه الغابه، وفيها المكان ده، وهو اصلا مكان مخصص للسباحه، والبحيره مخصصه للسباحه يا جماعه، عشان في ناس كتير كانت مقلقه ان يبقى فيها امراض او يبقى فيها مشاكل. لا، هي مخصصه للسباحه. وكان في اطفال هناك، وفي بنوته منهم ادت لرينو البتاع ده، لان احنا طبعا ما كناش واخدين حاجات الميه بتاعتنا ولا حاجات الرمل ولا الجو ده. ففي بنوته جت ادته له هديه. بالمناسبه يا جماعه الاطفال هنا تحسوهم متربيين 3 مرات بجد، ذوق قوي وعندهم حته الانسانيه عاليه جدا. يعني البنوته دي بتطلع 4 5 سنين هي عملت كده من نفسها، انا شفت الموقف كان لطيف قوي، ومامتها اتبسطت بيها جدا يعني. واحنا كمان شكرناها، واتمنى اطلع ابني يبقى حد عنده انسانيه كده ولطيف ان شاء الله لما يكبر. والمكان كان فيه حيوانات وناس مسالمه. بصوا انتوا متخيلين في قطه في المكان ده، انا قطتي كانت تبهدلني لو خرجت بره البيت يا لهوي. وفي كلب، والاستاذه دي كانت نازله بالهدوم بتاعتها الميه، ومحدش قال عليها فلاحه ولا حاجه، عادي جدا يعني، عشان كل واحد في حاله. المهم حسينا ان احنا ملينا من المكان ده ورينو مل، فقلنا يلا بينا نمشي جوه الغابه. فضلنا نتمشى جوه الغابه، ويا جماعه بصوا المنظر سبحان الله، يعني طول ما انت ماشي بتفضل تقول سبحان الله على الجمال. فضلنا نسبح ربنا ونشكره، وبجد نقول سبحان الله لما الدنيا فيها الجمال ده، امال الجنه في عامله ازاي، شكلها ازاي يعني. ربنا يا رب يجعلنا من اهل الجنه. فضلنا نتمشى بالطريقه دي وقت طويل، يعني انا بجد ما مليتش وسط الطبيعه، لحد المهم ما لقيت المكان ده قررنا نعمل فيه البيكنيك بتاعتنا ونحط الحاجات بتاعتنا الاكل. كنا جايبين شويه اكلات بسيطه معانا، والفاكهه دي انا اشتريتها وانا جايه. وده قرنبيط يا جماعه قرنبيط عامل نفسه بيتزا. زي ما قلت لكم ان انا بخبي فيه البيض لابني عشان خاطر ابني ما بياكلش البيض، وشويه حاجات سناكات بسيطه. فقعدنا حطينا اكلاتنا البسيطه وسط الاطفال هنا وسط الناس هنا. ده مكان تاني خالص غير الاولاني على فكرة، بس هو يشبهه. ففضلنا هنا قضينا وقت طويل انا وابني، اكلنا اكلاتنا. وبصراحة انا كنت كل ما اجي امشي ريان هو بيرفض، فكنت سايبة القرار لي. يعني انا في المكان الاولاني مشيت برضو عشان ريان مل، وهنا كمان قلت مش همشي غير لما هو يقرر ان احنا نمشي. فضلت اكل واشرب وقاعدة ببص عليه وسبته يتبسط، مادام هو مبسوط بالمية خلاص، والدنيا امان الحمد لله. بالمناسبة يعني البحيرة عمقها ما يعديش ال30 سنتي، يعني البحيرة كلها متشافة يعني. عشان خاطر تدخل في مسافة عميقة لازم تدخل لجوه قوي، وهي اصلا مصرح بيها للعوم وكده، يعني ما مش حاجة خطر. المهم هنا رينو قرر يمشي، وهنا كان بيعمل باي باي للبطاية، عمل لها باي باي وقررنا نمشي، وده كان يومنا اللطيف. ولو وصلت لحد هنا شكرا لكم يا كتاكيت قلبي، وتعالوا انستجرام. باي باي.